السلام عليكم حبايب قلبي، يسعد لي اوقاتكم يا رب بالصحة وبالعافية. ورجعنا لكم اليوم فيديو جديد. فيديو اليوم عن الكبة المقلية. وقبل ما نبلش حبايبي لازم نبدأ بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم عليه وينعاد علينا وعليكم بالصحة وبالعافية يا رب. حبايبي اختصرت لكم الفيديو كتير قد ما بقدر، عملت لكم اياه كتير صغير الفيديو، وحاولت اختصر منه وبحيث انه اورجيكم جمال الطبيعة وورجيكم كيف عملنا الكبة. ولازم اول شي نشرب القهوة ويلا نبلش. هوني حبايبي حطينا الشحمة وبدنا نعمل اللحمة سلق. وهون انا بسلق البطاطا، مين مثلي بحط لها للكبة المقلية بسلق لها بطاطا تقريبا بحط لها حبتين. هوني نقعنا البرول شوي وهيدي اللحمة جاهزة، بلشنا نخمسها و... ونفرطها بحيث انه تستوي. بهيدي الاثناء هون استوت، حطينا البهارات يلي انا بحط لها شوية فلفل وسبع بهارات وملح. للحمة بحط لها، واذا عندي شوية بهارات كبسة بحب احط لها هيك نكهة. حبايبي هون تقريبا عملت البرول، ضفت عليه البطاطا وضفت عليه شوية كركم. انا بحب احط لها، يعني في ناس بيقولوا له اصفر، بحب إن مشان تعطي هيك لون صفاري يكون كتير حلو. وحطينا لهم شوية ملح وبلشنا نتروم. خلصنا اول وجه وهون ترمنا الوجه الثاني. انا بتروم وجهين للكبة المقلية. جربوها حبايبي ما بتندموا. تقريبا انا عاملة كيلو برغل واحد و... وبس. هون حبايبي حملتهم على اسمين بحيث اني ما اقدر انزعه كله، بشتغل شوي شوي عم يتمهلي. هون جهزنا المي، انا بحط لها معاها معلقه نشي. كمان قالوا لي مين بحط بقلب المي نشي بحيث انها تتماسك الكبه هيك منظرها حلو ناعم من برا. وبلشنا بالشغل ويلا على الهمي. وهون حبايبي بلشت اعملهم احشي. اعطوني رايكم هيك بالله عليكم، قولوا لي ما فنانة معلمة فيها. طبعا بعد عذاب كتير لو وصلت لهالمرحلة. كتير في ايام تطلع معي قاسي، ايام تطلع معي طري، ايام تطلع معي سميكي. كنت كتير اتعذب فيها لو وصلت لهيدي المرحلة انه صاروا يزبطوا معي. وهيدي النتيجة ان شاء الله تكون عجبتكم حبايبي. ولا تنسوا بالاشتراك بالقناة وتدعموني حتى اقدر اوصلكم كل شيء واقدر اصور لكم. ينعاد علينا وعليكم بالصحة بالعافية.